مشاهدينا الكرام عبر بين سبورت الإخبارية في قطر، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه التغطية الخاصة بإعلان ريال مدريد تعاقده رسميا مع النجم الفرنسي كيليان مبابي قادما من باريس سان جيرمان. إذن أعلن ريال مدريد توصله لاتفاق مع مبابي ليكون لاعبا لبطل أوروبا في المواسم الخمسة المقبلة. النجم السابق لباريس سان جيرمان يتجه صوب العاصمة الإسبانية بعد مسيرة لامعة في الملاعب الفرنسية. في هذه الأثناء مشاهدينا الكرام نرحب بضيفنا محمد الجزار الصحفي الذي ينضم إلينا للحديث أكثر عن هذا الانتقال. أولا المفروض أن نشكر السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الذي أعلن اليوم أو أعطى سكوب صحافي للجميع بالإعلان عن تعاقد. الحقيقة آسيا، أولا تحياتي ليكي وكل المشاهدين الكرام. هي كانت مسألة وقت بالنسبة لمبابي اللي يمكن أعلن قبل كده في فيديو بشكل صريح جدا أنه ينوي الرحيل عن باريس سان جيرمان، وأكيد كانت الوجهة الأقرب هي ريال مدريد اللي كان بيرغب في ضم مبابي يمكن من 2017 لما كان لسه في موناكو. في 2022 كانت الخطوة قريبة جدا من الانضمام إلى ريال مدريد وفقا لتقارير صحفية أشارت وقتها أن النجم الفرنسي كان قريب جدا وأنهى كل الأمور، لكن تدخل الرئيس الفرنسي وقتها وقبل كأس العالم 2022 كان هناك تمسك شديد جدا ببقاء اللاعب، ويمكن مدد عقده وكان هناك رغبة قوية من إدارة باريس سان جيرمان أنه يستمر، لكن كان واضح جدا رغبة اللاعب في الرحيل والانضمام لريال مدريد اللي أكد مرارا وتكرارا أنه ويمكن حتى في البيان اللي صدر قبل قليل عن اللاعب أنه سعيد جدا بالانضمام لريال مدريد وحلم تحقق بالنسبة له، لأنه من فترة طويلة يعشق ريال مدريد ويعتبر زين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو اللي كانوا أحد أبرز نجوم هذا النادي هم نجوم المفضلين. فأعتقد أنها خطوة كانت متوقعة، كان فقط مسألة التوقيت متى يتم الإعلان بشكل رسمي، ويمكن الاتفاق كان أيضا منذ فترة، لكن انشغال الفريق بالمنافسة على بطولة الدوري ثم على لقب الشامبيونز ليج هو اللي يمكن أجل الخطوة ليتم الإعلان بعد الفوز وبعد التتويج. أعتقد أنها فرحة كبيرة جدا بالنسبة لجمهور فريق ريال مدريد، لأن مبابي أكيد لاعب لا يزال صغير السن لديه الكثير ليقدمه ويعطي الإضافة لخط هجوم ريال مدريد. طيب، هل شعرت بحزن مبابي في السنوات الأخيرة التي قابلها فرحة منقطعة النظير الآن رغم وجوده في كلير فونتين مع معسكر منتخب فرنسا؟ لا أعتقد ذلك. باريس سان جيرمان فريق كبير وفريق وضع مبابي وأظهره بأفضل صورة ممكنة. باريس سان جيرمان استطاع خلال فترة وخلال حقبة ليست بالكبيرة أنه يتبوأ مكانته وسط كبار الأندية الأوروبية، أصبح منافس قوي جدا على لقب الشامبيونز ليج، ويمكن كل سنة بيكون متواجد في الأدوار النهائية، لكن هو في النهاية أعتقد أن كان بالنسبة اللاعب مبابي كان حلم بالنسبة له أنه يرتدي القميص الأبيض. فهي المسألة أعتقد أنه حقق الكثير من المكاسب، سواء المكاسب المعنوية أو المكاسب المادية أو أيضا على المستوى الفني. لا ينكر أحد أن مبابي تطور بشكل كبير جدا. باريس سان جيرمان حتى وإن كان القطب الأوحد في فرنسا ولكن نادي تنافسي جلب العديد من النجوم والعديد من الأسماء. لاعب مبابي بوسط بجوار ميسي، بجوار راموس، بجوار فيراتي، نيمار، الكثير من الاسماء اللي قدر باريس سان جيرمان انه يستقطبها. فاعتقد ان باريس سان جيرمان استفاد من مبابي خلال وجوده، وايضا مبابي استفاد الكثير من باريس سان جيرمان خلال فتره احترافه ولعبه ضمن صفوفه. لو كان مع موناكو اعتقد لم يكن يصل لهذه النجوميه وهذا الزخم الكبير جدا اللي اعطاه لباريس سان جيرمان، لكنه لم ينل لقب دوري ابطال اوروبا، وهذا كان الحلم الذي يطمح ان يحققه قبل أن يرحل عن النادي الباريسي. نعم، كان باريس سان جيرمان الحقيقة قريب جدا واستطاع أنه يصل إلى المباراة النهائية، وفي هذا الموسم وصل إلى الدور نصف النهائي. هي كانت مسألة ربما بعض التفاصيل البسيطة اللي حرمت باريس سان جيرمان وحرمت مبابي أنه يحقق هذا اللقب، لكن هذا لا يمنع أن الآن أصبح الجميع يشير بالبنان إلى باريس سان جيرمان كقوة كروية عظمى، واحد من أقوى الأندية على مستوى العالم. ليس باريس سان جيرمان ينقصه فعلا التتويج
بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، لكن لننظر مثلا إلى السيتي انتظر سنوات طويلة ليصل إلى هذا اللقب. فأعتقد أن في النهاية المسألة ليست فقط مقتصرة على موضوع أنه يفوز ويتوج بلقب الشامبيونز ليج. صحيح ريال مدريد متخصص وفاز باللقب 15 مرة، لكن ربما يذهب امبابي إلى ريال مدريد ويتوقف عن حصد هذا اللقب. هي المسألة مسألة توفيق في النهاية، واعتقد ان باريس سان جيرمان بما لديه من قدرات وامكانيات واستقطابه دائما للعناصر واللاعبين المميزين قادر على تحقيق هذا اللقب حتى وان رحل امبابي عن صفوفه. طيب الآن نقترب أكثر مشاهدينا الكرام من هذا الموضوع سواء من مدريد أو حتى من باريس. معنا من مدريد مراسلنا جمال جبلي. جمال، مساء الخير. كلمات مبابي الأولى بعد انضمامه لريال مدريد: نادي أحلامي. هذا هو العنوان العريض لماركا الإسبانية. ماذا عن باقي وسائل الإعلام الإسبانية عقب الإعلان عن هذا التعاقد؟ طبعا الجميع وكأنهم يكتبونها في كلمات فقط، معظمهم كتب أخيرا بورفين كما يقال، لأن المسلسل الذي تحدثتم عنه في بداية هذا البث المباشر طبعا مسلسل طويل بدأ في 2017 حينما انتقل إلى موناكو، وكان ريال مدريد وقتها قد قدم له عرضا مباشرا لضمه، لكنه وقتها فضل الانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان، لا لشيء إلا لأنه هو النادي الكبير في المدينة التي ولد فيها، وبالتالي لا غرابة إن أصبح كيليان مبابي طيلة هذه السنوات السبعة التي قضاها في باريس سان جيرمان كان هو يمكن أن نقول سفيرا لمدينته أو سفيرا لناديه في المدينة. فأفضل ممثل لباريس داخل باريس سان جيرمان ابن المدينة، بالتالي المنافسة وقتها لم تكن مباشرة، ثم بعدها جاءت المنافسة وجاءت العروض غير المعلنة، وحتى أن طالت كثيرا في كل مرة في كل نهاية موسم يعلن بأنه قريب من المجيء إلى ريال مدريد قبل أن يمدد عقده وقبل أن يعلن بقاءه في باريس سان جيرمان. وهذا طبعا جعل مجيئه اليوم وكأنه لست أدري كيف أصفه، شيء منتظر. حتى دعوني أقول لكم بأن وسائل الإعلام كلها أصبحت تكتب بالدقائق، دقائق قليلة وسيعلن. الجميع كله وليس فقط في إسبانيا بل في فرنسا وفي العالم كله الجميع يعلم بأن ذلك سيحدث، لكن متى سيحدث؟ الجميع كان يعلم اليوم بأن ذلك سيحدث اليوم، لكن في أي ساعة وفي أي دقيقة. وفي الأخير اختيرت الساعة 7:30، لست أدري لماذا هذا الاختيار، لكن لا شك بأن اختيار اليوم هو كان اختيارا قد تم الاتفاق عليه منذ فترة طويلة، وهي أن لا يكون باريس سان جيرمان في المنافسة وأن لا يكون ريال مدريد وراءه منافسة أخرى، وبالتالي الإعلان جاء بعد الدور النهائي حتى لا يكون هناك تداخل على مشاركة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال. نعم. وبالتالي الآن وبعد الاحتفال أمس الجميع يقول الاحتفال سيستمر في ريال مدريد بعد الاحتفال بالكأس. اليوم سيتم الاحتفال أخيرا بمجيء كيليان مبابي. طيب كم ممكن أيضا أن نعتبر هذا الإعلان أو توقيت الإعلان مدروس جدا قبل منافسات أوروبا المقبلة؟ نعم. لكي لا يتم طرح الكثير من الأسئلة المزعجة من الصحفيين على كيليان مبابي ومستقبل كيليان مبابي وتأثير أو تداعيات ذلك على المنتخب الفرنسي أو البعثة المجموعة ككل. نعم، ديشون نفسه قال بأنه يود أن يتم ذلك الإعلان رسميا حتى كما يقال في العامية لدينا حتى نخلص من هذا الأمر نهائيا. وأعتقد بأن الآن حتى وإن كانت أسئلة فإنها ستكون ليست أسئلة لمعرفة ما إذا سينتقل، لكن أسئلة أخرى. ولا شك بأن الآن لن يهتم
وربما في المواجهة الأولى مع وسائل الإعلام لا شك أن الأسئلة ستكون أسئلة حول انتقاله إلى ريال مدريد، لكن لن تطول كثيرا ولن يكون هناك استقصاء أو بحث عن حقيقة مخفية. كل شيء معلن وكل شيء معروف. لا شك بأن الأسئلة ستكون قليلة عما إذا كان كيليان مبابي لم يعلن بعد أنه قد انتقل إلى ريال مدريد، وهو أمر مهم جدا بالنسبة لراحة البال منتخب فرنسا الذي يمني النفس أن يحقق دوري أبطال أوروبا أو دوري أبطال كأس أوروبا للمرة الرابعة إن لم تكن الذاكرة. طيب سأعود إليك. نعم. مشاهدينا الكرام، النجم الفرنسي كيليان مبابي أعلن في حسابه على منصة إكس قبل قليل بعد الإعلان رسميا أن حلمه تحقق بالانتقال إلى ريال مدريد. مبابي الذي نشر صورا له وهو يرتدي شعار ريال مدريد أعرب عن سعادته الكبيرة وفخره لأنه سيكون جزءا من نادي أحلامه على حد تعبيره، وأضاف أنه من المستحيل أن يشرح مدى سعادته وحماسته التي يشعر بهما في الوقت الحالي أو اللتين يشعر بهما في الوقت الحالي، موضحا أنه لا يستطيع الانتظار لمشاهدة جمهور ريال مدريد وتوجيه الشكر لهم على دعمهم الكبير قبل أن يجدد تأكيده على أن الحلم تحول إلى حقيقة بانضمامه إلى نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد. محمد، أعود إليك. اللقب ال15 لريال مدريد بعد أقل من 48 ساعة تتعاقد مع لاعب يدعى كيليان مبابي. ما حجم الانقلاب الذي أحدثه السيد فلورنتينو بيريز في تاريخ كرة القدم من خلال هذين الحدثين؟ بيريز إن صح القول يمكن أن نقول أنه أبرز أو أفضل رئيس نادي في تاريخ كرة القدم. ما فعله مع ريال مدريد وتحقيق كل هذه الإنجازات هو أمر استثنائي الحقيقة، لكن استثنائية بيريز. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد. معكم الأخ رضا من قناة عالم الرياضة، قناتنا وقناتكم كاملين. الخوت ديالي كما سمعنا واحد الخبر اليوم أن نجم نادي برشلونة يغادر في الانتقالات الصيفية اللي هو سيرخيو بوسكيت وسط نادي برشلونة وسط الميدان. الخوت ديالي سيرخيو بوسكيت بقى معزز بحال اللي دار انيستا وتشافي وبويول وبيكي، انه قرر ينهي مسيرته مع نادي برشلونة. بوسكيت الخوت بحال والو يمشي للهلال السعودي يجمع الفلوس مع راسو ويتسارى، حيت ما بقى له ما يلعب مع نادي برشلونة، راه في عمره 36 عام. الخوت ديالي بغيتكم حتى نتوما تعطيوني رايكم على الموضوع ديال سيرخيو بوسكيت. كما سمعنا المحللين قربونا اكثر عن هذا الموضوع. بوسكيت يغادر البارسا. الخوت بلبلوها في التعاليق، وشكرا لكم جزيلا. كان معكم الاخ رضا من قناه عالم الرياضه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.